بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. قاعدة بقى مش لاقي حاجة أعملها نتغدى بيها. قلت تعالي بقى نعمل الفطيرة الجميلة دي نتغدى بيها أو تتعشى بيها، هي جميلة جدا غدا وعشاء. والله أنا عملتها للغدا، ومعلش سامحوني لو التصوير مش قد كده، لأن أنا بصور بيد واحدة. إن شاء الله بقى جبت ستاند وأصور بيه بإذن الله. معايا معلقتين سكر، ومعايا ذرة الملح اللي حطيتها الأول، ومعايا اللي هو كيس كيس اسمه ايه الخميرة ده اللي هو 15 جرام، ونص كيلو دقيق. بس ادي مكوناتي، اسهل ما يمكن الفطيرة دي. ومعايا بيضة معلش زي بعضه، المفروض ان انا كنت حطيتها في طبق عشان انا مش عارفة اتعامل بيد واحدة. كنت المفروض ان انا فضيتها في طبق، ده غباء مني، عشان حتة القشرة اللي وقعت دي انا حشتها بعد كده بس. وكمان لو مش عايزة تحط بيض ممكن تحطي كوباية لبن، وحطيت حبة خل كده منه يخلي العجينة هشة، ومنه عشان البيضة طبعا. بس احنا نعجن بمية عادية جدا من الحنفية، ممكن تعجني بمية دافية، جو حر اصلا اما بتاخدش ربع ساعة وتخمر بس. وهتعجني كده. انا مش عارفة اتعامل طبعا بايد واحدة، انتوا عارفين العجين، ومش عارفة كمان اعجن باسمه ايه ده اللي انا لابساه فيه كل الناس عارفة ام احمد يعني. اللهوية كده، والحمد لله والشكر لله. الناس كلها يعني انا كده قلبي كده ابيض، اللي على لساني كده اللي في قلبي على لساني. فانا رحت خلعته عشان مش عارفة اعجن بيه مش عارفة، عشان كمان مش عارفة اتملك عشان بايد واحدة. بس انا فصلت طبعا الكاميرا، ورحت لميت العجينه بتاعتي وغسلت ايدي، علشان خاطر كانت بتلزق بعد كده ما بتلزقش تاني، عشان خاطر لازم تغسلي ايدك من العجين. وحطيت عليها سمنه على زيت، كوبايه او نص كوبايه سمنه على زيت. بس هو انا كده لميت على كده قدامكم على قدام ده، بعد كده لميتها تاني وهي طريه وجميله كده وحلوه. خلاها يعني طريه كده، ما تخليهاش عجينه يابسه، عشان ما شاء الله طلعت زي السفنج بس. وهسيبها بقى تخمر. الدنيا حر يا جماعة، احنا مش عارفين ناكل من الحر. انا بحب الحاجات الناشفة في الحر دي احسن من الطبخ وكده، والحاجات دي تقيلة في الحر. ما سرعتيش ليه يا ام مالك في العجينة؟ خلينا نخلص الناس هتموت. بس انا غطيها بكيس بلاستيك وفوطة بتاع المطبخ النظيفة، وهسيبها بقى على المطبخ او في الفرن البوتاجاز تخمر بقى براحتها بس. هنعمل بقى الحشو عبال ما تخمر. معايا فلفل الوان كده، معايا بصلايه كبيره، و3 فصوص ثوم بس. ومعايا فراخ اهي، صدور فراخ اقطعها مكعبات صغيره بقول لكم يعني. هسه قطعت الفراخ بتاعتي وعملت البصل والفلفل يعني كده برضو اكني زي يعني مش نعمته، ما نعمتهوش. بصوا مش ناعم ازاي، عشان يبقى واضح الفلفل معاكي كده من غير خطه ضربه في الكبه واحده بس. بس هنشوح فيها كده معلقة سمنة شوية، ندبله بس كده ثواني اهو. بصوا يا مدوبك دبل، وانا هحط عليه الفراخ طبعا مغسولة مصفية وزي الفل، وهحط عليها طبعا التوابل بتاعتي. انا حطيت بابريكا، وحطيت بهارات فراخ، حطيت فلفل اسود طبعا، حطيت حبة ملح، وحطيت ايه تاني اللهم صل على النبي، وحطيت نص معلقة اللهم ربي اللهم ذكرني يا رب، اللي بيبقى ريحته حلوة ده مش عارفة اسمه ايه اللي بنحطه على البيتزا ده، اللي بنطحنه ونحطه مع البيتزا ده، مش عارفة ايه. زعتر تقولي هو ايه ده؟ بس ما شاء الله بص العجينة عاملة ازاي، طرية جدا. الطراوة بتاعتها دي خليتها هشة كده، وهتشوفوها لما تخلص. بس فردتها كده
على المفرش السيليكون بتاعي، ونزلت عليها الخلطة بتاعتي، الحشوة بتاعتها، ونفردها كده بالمعلقة في النص، وألم العجينة. معرفش برضه اعذروني لأن أنا مش عارفة ألم العجينة بإيد واحدة. خلاص يا جماعة، أوعدكم بقى من هنا ورايح إن شاء الله نعمل حاجة كويسة أحسن من كده. تلميها وتقفليها كلها كده، وتروحي شايلاها وحطها في الصينية. طبعا قفلت الكاميرا عبال ما شيلتها اهي، بس حطيتها بقى في الصينية، وتفرديها كده تملي بيها الصينية، وتسيبيها 10 دقايق لما تعلى تاني، وتحطيها بقى في الفرن، وألف هنا وشفا تحفة ما شاء الله جميلة. عايزة تحط عليها حبة البركة كده وشوية سمسم تبقى جميلة برضه. أنا طلعتها بعد ما استوت، وحطيت عليها بس حبة جبنة اللي بتمط اسمها ايه ايه، قالت لكم أم مالك مش بعرف أقول اسمها أبدا. بس حطيتها كده بعد ما استوت، لأن يا مدوبة كانت تسيح، بس كان نفسي أوريها لكم وهي بتمط، بس مش عارفة أمسكها وهحطها في الفرن تاني تسيح كده على وشها، كانت لسه طالعة سخنة مولعة، وأنا عايزة أوريها لكم وهي سخنة كده، بس معلش بقى أنا وريتلكم على قد ما أقدر. حبايب قلبي كلكم، حبايبي، بصوا جميلة ازاي، الله أكبر ما شاء الله بجد، طلع عالية كده وجميلة، بس والله مش قادرة أمسكها. بصوا بتمط ازاي، مش قادرة أمسكها عشان سخنة بقى. يلا وعشان ناكل.